الزمالك اتوقف له القيد. الزمالك اتوقف له القيد ليه يا دنيا بتحطي على جرح كلونيا؟ ده حل المشجع الزملكاوي. الزمالك يا جدعان ايقاف قيد جديد، ولكن من قبل الاتحاد المصري وليس الاتحاد الافريقي. يعني ايه بقى من قبل الاتحاد المصري؟ يعني عايز اقول لك ان اللعيبه اللي انت هتجيبها بعد كده مش هتتأيد، واللعيبه اللي انت جبتها وموجوده دلوقتي وبتلعب الماتشات الوديه ديت برضو مش هتتأيد للموسم الجديد. الزمالك عليه 30 مليون جنيه للاتحاد المصري تقريبا، مش عارف دول ضرايب ولا ايه، ولكن عايز اقول لك على حاجه. لو تفتكر قبل كده موضوع ايقاف القيد بتاع الاتحاد المصري ده حصل كده مع نادي الزمالك، واتفك بفضيحه عن طريق تسريب فيديو للكابتن او المستشار مرتضى منصور لما تقريبا راح بالليل لعضو اللي بتاع ده المقر الاتحاد المصري، راح بالليل وتصور له فيديو واتسرب ومش عارف ايه، وكان عامل بلاوي هناك يعني، وقال لهم اللعيبه بتاعتي هتتسجل عافيه ومش عافيه ومش عارف ايه الكلام ده. فانا بالنسبه لي قصه ان الزمالك يتوقف له كده، انا كاهلاوي والله ما فارقه معايا. انا طالع بس اقول لك ان ده خبر اتسرب، وهو كده 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 هيتعمل. يعني ليه؟ لان عادي الضرايب ديت بقى انت فاهمني بتتجدول، بتتقسط، مش عارف ايه والكلام ده. ولكن نرجع لقصه ان هي لو اتقسطت وعملوا شيكات ومش عارف ايه، نرجع لموضوع فين الشيكات يا ميدو؟ فين الشيكات يا ميدو؟ من ساعه ما ميدو قال الشيكات ومش الشيكات، الزمالك الدنيا خربت معاه. حتى يوم ما جاب صفقات برضه توقف له القيد. فالزمالك ده يا جدعان فريق مش عارف، بحس ان هو عليه لعنه الفراعنه. والله العظيم بحس ان هو في لعنه، في حد قاري تعويذه انت فاهمني، شنشونجي جغربارارا، واحد صيني والله العظيم اقسم، قال عليه تعويذه ان النادي ده ما يعملوش قومه. انت فاهم القصه؟ عارف الصيني ده بقى يطلع في الاخر مين باقوال الزمالك؟ هيطلع محمود الخطيب. اقول لك محمود الخطيب هو اللي قاري التعويذه عن النادي. فده ايقاف قيد لنادي الزمالك احنا مالناش دخل بيه. برضه سيره الاهلي هتيجي وافتكروا كلامي.